في الفيديو ده هعرفك احسن ميعاد لنشر الفيديوهات على اليوتيوب، وانسب ميعاد انك تقدر تجيب منه مشاهدات عالية. تابع معانا الشرح النهاية وان شاء الله باذن الله هتستفيد من الفيديو. تمام، وكل المعلومات سواء من على الكمبيوتر او من على الموبايل هتستفاد، يعني هتستفاد. تمام، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك. تمام، اهم شيء الاشتراك. يلا، كل اللي عليك تخش هتكتب استوديو يوتيوب. تمام، وبعدين لو انت من على الموبايل هتضغط على كلمة، على الثلاث نقط اللي فوق دول. تمام، هتضغط عليهم وهتضغط على سطح المكتب. لكن احنا من على الكمبيوتر هتضغط على استوديو يوتيوب، وتسجيل الدخول لا، هتضغط على الكلمة اللي بالانجليزي يوتيوب استوديو. تمام، تضغط عليها كده احنا دخلنا على الاستوديو بتاعنا. تمام، دي هنا الاستوديو بتاعنا. هنخش بقى يا سيدي على كلمة الإحصائيات دي. تمام، وبعدين نخش على كلمة الجمهور، وبعدين هتنزل تحت شوية. بس كده يا باشا، أحسن مواعيد لتنزيل الفيديوهات أنا عندي السبت ده من بداية الساعة 12، وهو 100 من بداية الساعة 12 أبدأ أنزل فيديو. تمام، هيضرب معايا اليوم كله. لكن يوم الحد ده من بداية الساعة 9 ومش هيجيب لي على قد كده. والقناة اللي مش منورة كتير دي مش مشاهدات، ما فيهاش. لكن انت دور عندك على اللي فيها نور كتير دي. تمام، يعني اليوم يوم الاثنين ده انا مش منزل فيه فيديوهات، ولا التلات. عندي كده يومين في الاسبوع اجازة. هنزل الاربع. تمام، والخميس والجمعة اللي هو النهاردة الساعة كام؟ هنزله مثلا الساعة 6. الساعة 6 هيكون عندي نسبة مشاهدات بس مش عالية. تمام، هم بس كده. ما تنساش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان عايزين نوصل لأكبر عدد ممكن من الاشتراكات. تمام، ونشوفكم في فيديو جديد، عشان خاطر احنا العدد ده احنا ثابتين عليه بقالنا شوية يا جدعان، فعايزين نغيروه. تمام، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.